عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم كيف كتلاحظوا جيت نشارك معكم واحد فلو اولا واحد التحليه الصراحه اللي كتجي اكثر من رائعه. تحليه هكذا بالكراميل، بالنكهه الكراميل كتجي يعني خطيره، غير جربوها على الضمانه ديالي. المهم بدون كريمه اولا مايزينا اولا فرن، الصراحه واحد التحليه اللي كتجي رائعه وبمكونات اللي هي اقتصاديه. بسم الله على بركه الله. قبل ما غادي ندوزو للطريقه والمقادير، اول حاجه اللي ما مشتركش في هذه القناه يشترك فضلا وليس امرا، وما تنساوش تفعلوا الجرس اللي حدا الاشتراك باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا، وما تنساونيش بشي لي لايك وكذلك شي كومونتير اللي يكون زوين ومحفز، وشكرا لكم. بسم الله على بركه الله. يلا ندوزو المقادير. عندي هنايا اول حاجه كاس ديال العنبه ديال السكر، غادي نضيفو في هاد الكسرونه، يعني هذا غنديرو كراميل. عندي هنا واحد البيضه، واحد 4 ديال المعلقات ديال سكر سنيده، واحد لتر ديال الحليب، واحد 3 ديال فلو عادي ديال فانيلا. المهم غادي نرجع هاد اول حاجه غادي نرجع هاد السكر فوق البوطه حتى يرجع كراميل. ما غندير فيه لا نقطه ديال الملح حتى شي حاجه، المهم انتم غادي تشوفوا معايا. رجعته هكذا فوق البوطه ودرت النار اللي هي مهيله. المهم غادي نخليه حتى يرجع كراميل، ما غادي نحركو ما حتى شي حاجه، يعني نبقى نحركو هكذا غير بالكسرونه حتى يذوب معايا. كيف كتلاحظوا معايا هكذا ملي كيبدا يذوب لي مع الجناب كنبدا نحرك يعني غير بالكسرونه على هذا الشكل. صافي غادي نستمر على هذا الشكل، غادي نبقى نحركو هكذا حتى يذوب معايا. من بعد ما تاكدت انه ذاب معايا السكر نصف الكميه، بديت هكذا بالدراج يعني كنخلط دوك الحبيبات اللي بقاو لي هكذا شادين الفوق. صافي غادي نستمر على هذه الطريقه حتى غادي يذوب معايا السكر تماما، ما غاديش يبقى هكذا على شكل حبيبات. من بعد ما ذاب معايا الكراميل ديالي ورجع على هذا الشكل، يعني ما عرفتش علاش كيبان في الصوره احمر، انما هو يعني راه على شكل الكراميل. صافي دابا غادي ندوز نخويه هكذا في هذا المول على هذا الشكل. صافي دابا هنايا بعد ما وزعت الكراميل في هذا المول غادي نخليه على جنب، وغادي ناخذ الكسرونه اللي كنت دايره فيها داك الكراميل، غادي ندير فيها هاد البيضه، غنضيف لها هاد 3 ديال الساشيات ديال الفلو ديال الكراميل، يعني فلو عادي، وغادي نضيف ليها هاد 3 ديال المعالق ديال السكر. المهم كيبقى على حسب الذوق، واش بغيتو تكثروا الحلاوه فيه، واش يعني بغيتو تخليوه مسوس. صافي غادي نخلط هاد الفلو مع هاد البيضه ومع داك السكر ونرجع معكم. كيف كتلاحظوا معايا هنايا بعد ما خلطت الفلو مع البيض مع السكر، صافي دابا غادي ندوز نخوي هاد الليتر هكذا ديال الحليب. غير جربوا هاد الفلو الصراحه كيجي رائع البنات، وخاصه في هذا الفصل يعني ديال الصيف كنحتاجوا هكذا حويجات اللي يكونوا باردين ومنعشين. صافي غادي نضرب داك الخليط وغادي نشرب البوطه يطيب معايا بحال الفلو تماما. صافي غنرجعو دابا فوق البوطه. صافي دابا غنخلي هكذا الفلو ديالي حتى يطيب معايا تطلع معايا الغليه. المهم صافي البنات هنا كيف كتلاحظوا من بعد ما فاض معايا يعني الفلو، صافي دابا غادي نحاول هكذا نخويه في الماء على هذا الشكل على الكراميل، يعني ما تخافوا منه ما حتى شي حاجه. بغيتو يعني ديروا معلقه هكذا ديروها، خويتو هكذا في هذا الماء وغادي نخليه واحد ساعه اولا 2 سوايع في الثلاجه، المهم حتى يبرد معايا مزيان. من بعد ما يبرد معايا غتشوفوه معايا في طبق التقديم ان شاء الله.
الصراحة راه كيجي رائع، غير جربوه على الضمانة نتاعي. ونزيدكم واحد الحاجه، المهم اللي بغى يضيف فيه حتى اللوز يعني مقلي ومهرمش، او لا يضيف فيه طورو يعني يضيفو، راه الصراحه كيجيو رائع يعني بلا حتى شي حاجه. يعني الا بغيتو تزيدوا ليه الاضافات زيدوا ليه الاضافات، او لا ديروا فواكه مقطعه معاه، او لا اي حاجه. الصراحه كيجي رائع، غير جربوه. انا يعني درتو غير بوحدو مع الكراميل، الصراحه كيجي رائع. المهم غادي نخليه حتى يبرد معايا ان شاء الله، وتشوفوه معايا كيفاش غادي يجي القوام ديالو، وكيفاش يعني غادي يرجع معايا. الصراحه كيجي رائع، غير جربوه. كيف كتلاحظوا معايا من بعد ما قلبت فلو ديالي في الطبسيل، زينته بواحد شويه ديال اللوز اللي كان عندي محمر ومهرمش، وزينته هكذا بواحد الحبيبات ديال الشوكولات. يعني هذا كيبقى اختياري فقط، هذا التزيين يعني نتوما المهم غادي التزيين نقلبو كيبقى انا لكم وتشوفوه اختياري معايا. باش ما بغيتو تزينوا. ما تنساونيش بلي لايك الفيديو الى عجبتكم الوصفه، وكذلك اشتراك في القناة باش دائما توصلوا بالجديد، كذلك شي كومنتير اللي يكون زوين ومحفز باش دائما نبحثوا لكم على الوصفات. وما تنساوش تبارطاج مع الاهل مع الاحباب باش تعوم الفائده. وشكرا لكم. بالنسبه لهذه القناه يعني فيها عده وصفات، ما تنساوش تدخلوا وتبحثوا فيها على اي وصفه غادي تلقاوها فيها متواجده. فيها هكذا حلويات، طبخ بجميع انواعه، كذلك وصفات اللي هي طبيعيه. نتمنى التشجيع منكم باش دائما نزيد ونستمر ونجيب لكم جديد. والى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله.